اهلا بيكم اعزائي طلاب المرحله الثانويه. هشرح لكم في الفيديو دوت تمارين متنوعه، تمارين كويسه عن مجال بعض الدوال جبريا مش بالرسم. احنا عملنا فيديوهات قبل كده الشرح جبريا وبعدين المجال من الرسم وده فيديو بس فيه تمارين اخرى يعني ايه حلوه. انا كتبت كده مسألتين بس عشان خاطر نخش على طول عشان ما نضيعش وقت الفيديو. اولا بيقول لي اوجد مجال دالة س بتساوي الجذر الرابع اللي تحت الجذر س زائد 1. اي جذر الدليل بتاعه عدد زوجي زي 4 او 2 عدد زوجي او 4 او 6 او 8، اي عدد زوجي هحله بنفس الطريقة دي. نفس طريقة طبعا هنا الاتنين مش بنكتبها، احنا الجذر التربيعي الاتنين احنا مش بنكتبه بس بنبقى عارفين ان في 2 اللي هو الجذر التربيعي. اي جذر الدليل بتاعه عدد زوجي تتحل زي الجذر التربيعي، ان انا يهمني اللي جوه الجذر اللي هو س زائد 1 اكبر من او يساوي الصفر. يهمني اللي جوه ده مع التعويض يديني يا ناتج موجب يا صفر. يبقى س اكبر من او يساوي سالب 1. ايه الاعداد اللي اكبر من سالب 1؟ سالب 1 0 1 2 3 الى ما لا نهايه. يبقى المجال هنا من سالب 1 لموجب ما لا نهايه. طبعا السالب 1 مقفوله لان الناتج طلع بصفر، ما عنديش مشكله، ما عنديش مقام. طب انا بس هكتب بس حاجه بسيطه. لو انا عندي داله س تساوي الجذر التكعيبي للس زائد 1، احنا قلنا الجذر التكعيبي دي مجاله ح على طول، مجموعه الاعداد الحقيقيه مفيش حاجه مستبعده، مش هعمل زي كده. طب لو داله س تساوي الجذر الخامس، اي جذر الدليل بتاعه عدد فردي برضو مجاله مجاله مجموعة الاعداد الحقيقية كلها. واي جذر دليله عدد زوجي لازم بالطريقة دي. تعال نشوف المسألة التانية بس عشان ما نتكلمش كتير. نشوف المسألة التانية دي. بيقول لي عايز المجال بتاع دالة س، هنا مديني كسر وكسر تاني 1 على س و1 على س زائد 2. انا ممكن اقول على طول المجال ده كسرية، يبقى المجال ح ما عدا مجموعة اصفار المقام. اصفار المقام اللي هي موجودة في الدالة كلها، المقامين اللي موجودين. يبقى ح ما عدا ايه اللي يخلي المقام الاولاني بصفر؟ ان انا اشيل السين واحط صفر. ايه اللي يخلي المقام دوت بصفر؟ ان انا اشيل السين واحط سالب 2. يبقى المجال ح ما عدا الصفر وسالب 2. ممكن في حل اخر، ممكن اجيب مجال الدالة دي لوحديها ح ما عدا الصفر، ومجال الدالة دي لوحديها ح ما عدا سالب 1 سالب 2، واجيب تقاطع المجالين. نوجد مجال كل دالة وبعدين تقاطع المجالين. بس ما تستاهلش، احنا عايزين نحل بسرعة عشان دي مسائل كلها اخطاء. مجال كل دالة وبعدين ثم تقاطع المجالين. بس احنا جبناها بطريقة بطريقة ابسط وسريعة، واحنا عايزين السرعة. نشوف مسائل. انا كتبت مسألتين دلوقتي. بيقول لي اوجد مجال الدالة فوق في البسط 3 س وتحت في جذر تربيعي. احنا قلنا الجذر هنا دليله عدد زوجي، يبقى هعمل زي ما عملت في المسألة اللي فاتت. هنا هجيب مجال البسط لوحده، مجال البسط، وبعدين مجال المقام، واجيب تقاطع المجالين واشطب منهم اصفار المقام. دي الطريقة دي احنا شرحناها قبل كده بس بنكررها تاني. البسط اللي هو 3 س دي دالة كثيرة حدود، دي مجالها ح على طول، مجموعة الاعداد الحقيقية. طيب ومجال المقام، مجال المقام اللي هو جذر 2 س ناقص 1. هاخد اللي تحت الجذر واقول اكبر من او يساوي صفر زي ما عملنا من شوية. يبقى 2 س
اكبر من او يساوي موجب واحد بالقسم على الاتنين، يبقى السين اكبر من النص. ايه الاعداد اللي اكبر من النص؟ تبدأ من النص، ده المجال بقى، المجال بتاع المقام من النص لحد موجب ما لا نهاية. انا هقفلها وبعدين هفتحها بعد كده عشان لما اجي احذف اصفار المقام. هشوف دلوقتي. يبقى ده مجال المقام وده مجال البسط. انا هقول المجال المشترك، المجال المشترك تقاطع المجالين، ح لما تتقاطع مع فترة صغيرة منها يديني الاصغر دايما. يبقى نص، ده التقاطع، ده ناتج التقاطع، لان الدالة التانية ح مجالها ح. مادام ح تقاطع اي دالة اصغر منها يديني ايه؟ الاصغر، لان هي شاملة دي كلها. يعني كل من نص الملا نهائي موجود جوه مين؟ جوه ح. لما اقاطعهم مع بعض هيديني دايما الايه الصغير، ما عدا اصفار ايه؟ اصفار المقام. طب تعال نشوف، هنساوي المقام بصفر ونشوف هيديني كام. انا هساوي المقام اللي هو 2 س على جنب اهو، 2 س ناقص 1 تساوي صفر، وادي دي الناحية التانية يبقى س تساوي نص. يبقى اصفار المقام اللي هي ايه؟ اللي هي نص. طب النص هنا مقفول، لما اشيله هيبقى مفتوح. يبقى هنا خلي بالكم من الجزئية دي مهمة جدا، نص وما ايه؟ وما لا نهاية. تعال نشوف المسألة التانية. بيقول لي اذا كان مجال الدالة دي اللي هي مكتوبة بالاسود دوت، مجال الدالة ده س لها بسط ولها مقام، هو مديني المجال بتاعها ح ما عدا سالب 4. الله، هو امتى بنقول ح ما عدا سالب 4؟ يبقى السالب 4 دي س تساوي سالب 4 دي اصفار المقام. يعني لو عوضت بيها تخلي لي المقام بايه؟ بصفر. مش احنا بنقول المجال ح ما عدا اصفار المقام؟ يبقى اذا السالب 4 دي اكيد اصفار المقام. يبقى لما اعوض عن السين بسالب 4 تربيع زائد 8 في سالب 4 زائد ه واساويها بايه؟ بصفر. سالب 4 تربيع تديني 16، وهنا سالب 32 زائد ه تساوي صفر. 16 ناقص 32 بسالب 16، يبقى له تروح سالب 16 الناحية التانية ب 16. يبقى عشان خاطر يكون المجال اللي هو ح ما عدا سالب 2 اللي هو مجال الدالة دي، يبقى لازم ايه؟ اله تكون بايه؟ ب 16. لما اعوض عن اله ب 16 واجيب اصفار المقام هتطلع سالب 4. نشوف مسألة تاني. انا كتبت مسألة على مجال العمليات على الدوال العمليات المقصود بها الجمع والطرح والضرب والقسمة. هو مديني دالتين، واحدة اسمها د س اللي هي س تربيع زائد 4 س اللي هي الاولانية دي، ومديني ر س اللي هي تحت الجذر اللي هي دي. وبيقول لي عايز المجال المشترك لد زائد ر، يعني اجمعهم الاول وبعدين هات المجال المشترك بتاعهم وبعدين اقسمهم وهات المجال المشترك بتاعهم. نقول له طيب تعالى نجمعهم. يبقى د زائد ر لس، د احطها بين قوسين س الدالة الاولانية زائد ر اللي هي جذر س زائد د. مش هينفع اجمعهم، مش متشابهين، مفيش تشابه بينهم، هسيبهم كده. طب لما اجي اجيب ده كده جمعتهم، طب لو طرح احط ناقص، لو ضرب احط فيه، مش هعمل اكتر من كده. طيب لو جه قال لي عوض برقم واحد اروح شايل كل س واحط واحد وهكذا، يعني دي سهله يعني. هو عايز المجال المشترك، المجال الايه؟ المشترك. عشان اجيب المجال المشترك هجيب الاول مجال دي لوحديها، مجال اللي هو د س اللي هي الجزء الاولاني ده بس كده مجاله، مجال د س بتساوي ح، لان دي دالة كثيرة حدود اللي هي الاولانية اللي انا عامل عليها دايرة دي مجالها دي كثيرة حدود، دي مجالها ح. نجيب مجال الثانية اللي هي دي كده اللي هي اللي تحت الجذر. احنا قلنا الدليل بتاع الجذر ايه؟ عدد زوجي، يبقى هاخد اللي جوه الجذر واقول اكبر من او يساوي الصفر، يبقى س اكبر من او يساوي سالب 2. يبقى المجال بتاع الجزء الثاني بتاع المسألة مش المجال المشترك من سالب 2 لما لا ايه؟ لما لا نهاية. المجال المشترك اللي هو تقاطع ايه؟ تقاطع المجالين.
المجال المشترك يساوي تقاطع ايه؟ تقاطع المجالين. احنا قلنا لما يبقى احدى المجالات ح، خلاص ح دي اكبر حاجة، اكبر مجموعة، يبقى دي حتة صغيرة منها، يبقى التقاطع يديني دايما الايه؟ الاصغر. يبقى من -2 يبقى ناتج التقاطع ده اللي هو المجال الايه؟ المشترك. طب دي نمرة 1. طب نمرة 2 نفس السؤال، بس هنا عاملها لي اسمه. طيب تعال نشوف هنعملها اسمه. هنعمل بس علامة على، هنعمل علامة على، هقول له د على ر لس، د اللي هي س تربيع زائد 4 س على جذر س. يبقى انا عملت اللي هو الاسم برضو نفس الكلام. لو انا لو قال لي عوض برقم هروح لو قال لي د على ر ل2 اشيل كل س واحط 2، بتحصل وبيسأل حاجات زي كده. انا برضو هجيب مجال البسط ومجال المقام. طب مجال البسط انا لسه جايبه بح، مش هعيد تاني، ومجال ده انا لسه جايبه من -2 لما لا نهاية. طيب المجال المشترك بقى في حالة القسمة بيختلف في حاجة بسيطة، ان انا بطرح اصفار الايه؟ المقام، زي ما عملت في ايه؟ في مسائل قبل كده من شوية في الفيديو ده. يساوي تقاطع المجالين، تقاطع المجالين، بس اروح شايل مجموعة اصفار ايه؟ اصفار المقام. طيب تقاطع المجالين احنا جبناه قبل كده اللي هو من -2 لما لا نهاية. طب اشيل اصفار المقام، اروح جايب المقام ومساويه بصفر على جنب اهو، يبقى س زائد 2 بصفر، يبقى س بسالب، مش لازم احط الجذر، يبقى ناقص -2. طب -2 موجوده بس مقفوله، اروح فاتحها، بدل ما اكتب الهلمه دي كلها اختصر واروح عامل كده، لان في الاختيارات مش هيكون كاتب لي، هيكون كاتب لي اللي انا بكتبه دوت. ده اسمه المجال المشترك للقسمة. ده الفرق بين الايه؟ الجمع والايه؟ والقسم. نشوف مسائل تاني. انا كتبت مسألة برضو حلوة، يعني بين كل مسألة والتانية فيها تريكاية حاجة بسيطة يعني. هو هنا بيقول لي اوجد مجال، برضو عايز مجال الدالة اللي هي لها بسط ومقام. طبعا البسط هجيب مجال البسط لوحده زي ما كنا بنعمل. البسط ده 5، ودي ال5 دي دوائر لكسرات حدود، دي مجالها ح على طول. مجال المقام، المقام فيه جذر تربيعي، يبقى هاخد الجذر لوحده دوت وهجيب مجاله، ان انا باخد اللي جواه واقول اكبر من او يساوي الصفر، يبقى مجاله بيتساوي من 0 لما لا نهاية. طيب يبقى المجال المشترك تقاطع المجالين، المجال المشترك احنا قلنا يساوي تقاطع المجالين، بس هشيل اصفار المقام ما عدا مجموعة اصفار المقام. طيب تقاطع المجالين انا عندي واحد من المجالين ح، يبقى والتاني فترة، احنا قلنا قبل كده، يبقى التقاطع يديني الفترة الأصغر دايما، ادي 0، الاتحاد يديني الأكبر، لو كان الاتحاد كان يبقى ح، انما التقاطع يديني الأصغر، ناقص أصفار المقام. لسه هجيب أصفار المقام، هروح جايب المقام كله بقى، الجذر السين ناقص 1، مش الجذر س بس، واساويه بإيه؟ ب0. يبقى هنا جذر س تساوي 1 بتربيع الطرفين عشان اخلص من الجذر، يبقى السين تساوي 1. يبقى هنا هقول له مجموع المجال المشترك، المجال المشترك نكتبه كده بوضوح، المجال المشترك يساوي من 0 لما لا نهاية ما عدا مين؟ ما عدا الواحد. طبعا الواحد موجود في الفترة دي بس مش في الأول، يبقى ما ينفعش أفتحها. أنا بفتحها لو كان الواحد في الأول، إنما مش في الأول، يبقى هسيبها كده، ولازم يجيب لي في الاختيارات دي كده. نشوف مسألة تاني. أنا كتبت آخر مسألة وأهم مسألة في الفيديو،
مسألة في منتهى الأهمية وطريقة حلها مختلفة خالص عن كل المسائل اللي فاتت. هو بيقول لي اوجد المجال المشترك، كل شغلنا ما دام بسط ومقام يبقى مجال مشترك. وبعدين هنا حاطط الجذر على البسط والمقام جذر واحد، مش جذر على البسط لوحده وعلى المقام لوحده. يبقى مش هجيب مجال البسط لوحده ومجال المقام لوحده وبعدين اجيب التقاطع واشيل الصفر من المقام، لا طبعا ده وضع تاني مختلف. انتوا عارفين هنعمل ايه؟ هنبحث اشارة البسط والمقام كل واحد لوحده. اشارة كلا من البسط وايه والمقام على حدة على نفس الخط، على نفس الخط. يعني هرسم خط واحد وبعدين هروح ايه، هروح الاعداد وبعدين اولا دالة البسط اللي هي س ناقص 2 اروح ابحث اشارتها، يعني اساويها الاول بصفر، يبقى س بتساوي 2. يبقى هكتب هنا الاتنين فوق وابحث اشارتها، يعني اخد رقم اكبر من الاتنين واعوض فيها. هشوف الناتج هيطلع موجب ولا سالب. لو خدت 3 مثلا، اي رقم اكبر من الاتنين، 3 ناقص 2 بواحد والواحد اشارته موجب، يبقى الاكبر دايما الاكبر على اليمين. يبقى على اليمين هنا موجب، على اليمين هنا موجب لحد موجب ما لا ايه، موجب ما لا نهاية. طب ناخد التانية نخليها تحت الخط، احنا خلينا دي من فوق. وهنا معلش ناخد اللي على الشمال، ناخد رقم اقل من الاتنين وليكن واحد. 1 ناقص 2 بسالب 1، يبقى هنا سوالب. زي ما عملنا في البسط نعمل في المقام. س ناقص 4 اساويها بصفر عشان ابحث اشارتها، دي الطريقة خدناها قبل كده. يبقى س تساوي الأربعة، 4 على يمين الاتنين عشان دي الأكبر يعني. هعملها تحت، ادي الأربعة اهي كده، واشوف رقم اكبر منها يعني يمين 5 ناقص 1 5 ناقص 4 بموجب 1، الاشارة ايه بالموجب. طب ناخد اقل منها على شمالها، ناخد 3 مثلا، هيبقى هنا بالايه بالسوالب. طب وبعد كده هجيب المجال ازاي؟ نقسم الاشارات على بعض. انا عندي لما اقسم الاشارات موجب على موجب هتديني موجب، انا يهمني اللي تحت الجذر يكون يا صفر يا موجب، اهو هم دول يا صفر يا موجب. وهنا سالب على سالب برضه هتديني موجب، يبقى الجزء ده كله. انهي اللي هو مش مجال، اللي هو موجب على سالب هيديني سالب، ما انا ما ينفعش اعوض برقم يديني تحت الجذر السالب، تحت الجذر التربيعي السالب هجيب قيمته منين يعني، ما ينفعش. يبقى المجال المشترك دي مهمة طبعا حلها مختلف خالص، هو تقاطع الفترتين. الأربعة هعملها مفتوحة والما لا نهاية برضو ايه مفتوحة. اتحاد عايز اقول الفترة دي ودي، وعندنا في الرياضة يعني ايه يعني اتحاد. هنا الفترة التانية من سالب ما لا نهاية، لازم اكتب الاصغر الاول، فحش اكتب 2 لحد الاتنين مقفولة اللي انا عايزها. تقول لي طب ما الاتنين هتعمل لي صفر، بس هتعمل لي صفر في البسط على ما فيش صفر في المقام، يبقى الناتج بصفر. الناتج لو طلع بصفر ما عنديش مشكلة، بس المشكلة لو المقام هو اللي بصفر. واتمنى لكم كل خير. وطبعا في فيديوهات تاني وهنقعد، مش هنسيب الدروس دي خالص تاني، لازم هنجيب مسائل حسب النظام الجديد علشان خاطر ان شاء الله ربنا يكرمكم مع الف سلامة. اللي ما عملش اشتراك يعمل، واللي عايز يعمل لايك يعمل، وربنا يوفقكم بإذن الله. مع الف سلامة.